السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يستقبل وفد البرلمان الإيطالي. شباب عنسبة يزورون دفاعات جبهة حلحلة. القائم بأعمال السفارة الإريترية بأمريكا يعقد ندوة للإريتريين في واشنطن. اعتقال قائد جيش بعد محاولة انقلاب فاشلة في بوليفيا. كوريا الشمالية تختبر صاروخا متعدد الرؤوس الحربية. مقتل 20 شخصا خلال يومين وسط انهيارات أرضية في نيبال. إلى التفاصيل. استقبل الرئيس إسياس أفورقي في عدهال اليوم وفد البرلمان الإيطالي المكون من 3 أعضاء برئاسة من رئيسة مفوضية العلاقات الخارجية والدفاع ستيفان كراكسي. وقال الرئيس إسياس أفورقي في اللقاء أن القمة الإفريقية الإيطالية التي عقدت في روما نهاية شهر يناير واللقاءات التي جرت خلالها كانت محفزة ومليئة بالتحديات. وأوضح الرغبة والاستعدادات لتطوير علاقات شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع إيطاليا. وشدد سيادته على أهمية وضع خارطة علاقات استراتيجية تضع جميع الأولويات للتنسيق والشراكة بين البلدين. وأكدت عضوة المجلس الأعلى في البرلمان الإيطالي التي ترأست الوفد رئيسة مفوضية العلاقات الخارجية والدفاع ستيفاني كراكسي استعداد إيطاليا لبناء علاقة التعاون البناءة بين البلدين. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومن الجانب الإيطالي سفيرها في إريتريا ماركو مانشيتي. وكان الرئيس إسياس أفورقي التقى في 24 من يونيو الوفد الإيطالي الخاص الزائر للبلاد برئاسة وزير الأعمال والمنتجات الإيطالي أودولفو أورسو. قام شباب إقليم عنسبة بزيارة للمواقع التاريخية لجبهة حلحل سابقا والدفاعات التي شهدت البطولات، وذلك من 22 وحتى 25 من يونيو. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد عزازي برخة آب أن الزيارة التي نظمها الاتحاد هدفها المساهمة الواعية في المهام المرحلية بالتعرف على التاريخ من خلال زيارة المواقع التي شهدت البطولات والتضحيات. وقدم قائد القوات الجوية الإريترية اللواء تخلي عبد السلاسة شرحا مفصلا عن المعارك التي خضت في جبهة الحلحل وبطولات المناضلين والشعب، موضحا خوض حرب استنزاف ضارية في الجبهة ودورها في انتصار النضال التحرري. وأثنى اللواء تخلي على منظمي الزيارة مشيرا إلى أهمية زيارة الشباب للمواقع التاريخية بأنفسهم للتعرف على تاريخهم. وقدم المناضلون الذين خاضوا المعارك في الجبهة بينهم المقدم منجستاب سامييل شرحا على الأحداث والمعارك التي شهدتها الجبهة. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن نقل البطولات التي قام بها الشباب من جيل لآخر مسؤولية جميع المواطنين. وأكد الزائرون أن مثل هذه البرامج ضرورية لتوريث التاريخ وحث الجهات المعنية على العمل بجدية لضمان استمراريتها. شارك في الزيارة 689 شابا من مختلف المؤسسات الحكومية و120 ضيفا مدعوا. وسبق أن نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة زيارات مماثلة ل 1800 شاب إلى موقع غنفلوم ومسحليت. عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهاني قبرهيوت ندوة يوم 23 من يونيو للإريتريين في العاصمة واشنطن والمناطق المحيطة بها، تركزت حول الأوضاع البلاد والمنطقة. وقال أن الوضع الجيوسياسي العالمي الحالي يتحول من مركز الهيمنة للجذب السياسي إلى نظام عالمي يمكنه تحقيق التوازن بين القوى السياسية المختلفة. وقال أن إريتريا التي حاربت العدائيات والمؤامرات لعقود من الزمن تألقت في المنتديات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، وتقدم مساهمة متواضعة مع شركائها وحلفائها لتحقيق نظام عالمي عادل وتشاركي.
وأشاد بالمواطنين المقيمين في الخارج لمساهمتهم وتشجيع النضال الناجح من أجل الأمن والسيادة من قبل الشعب والحكومة وقواتها الدفاعية، ودعا إياهم إلى تعزيز تنظيماتهم وزيادة مساهماتهم المهنية والاقتصادية لتحقيق النصر في هذه المرحلة الجديدة. وحول تعزيز أنشطة الجالية الإريترية الدبلوماسية الشعبية، قال السيد برهاني أنه على المواطنين عدم الاسترخاء إزاء الإنجازات التي تحققت حتى الآن، حسن القيام بأعمال جادة لقرص القيم والثقافة الإريترية في الأطفال والشباب بطريقة منظمة ومهنية، كما حثهم على العمل بشكل مدروس لاستقلال الوضع في بلد إقامتهم وتسخيرها من أجل مصالحهم المجتمعية ومصالح بلدهم الأصلي. وقدم شرحا حول المهرجان الإريتري ال50 في أمريكا الذي سيقام في شهر يوليو المقبل. من جهة أخرى، أصدر الاجتماع التقييمي النصف السنوي للهيئات التنفيذية للمنظمات الإريترية من 15 مدينة إيطالية قرارات مرحلية. وقدم مسؤولو الهيئات التنفيذية للتنظيمات الإريترية تقارير العمل في الاجتماع الذي ترأسه مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد جيرماي هبت ميكيل، وبحث برامج النصف الثاني من العام. وأوضح السفير في الساسين بطرس الوضع الراهن والأولويات الوطنية، وشدد على ضرورة العمل الجاد لتعزيز دور ومساهمة الشباب في المنظمات الوطنية ليكونوا خير خلف لخير سلف. وأشاد المجتمعون بالشعب والحكومة والجبهة وقوات الدفاع التي واجهت كل أشكال العدائيات بشجاعة ووعي، ونجحوا في تحقيق برامج التصدي والتنمية، وجددوا التزامهم بتقديم مساهماتهم التاريخية في هذه المرحلة من التنمية الاقتصادية وبناء الوطن. أشاد مدير ضاحية ماريات بمديرية نقفة السيد حامد همد بخدمات المؤسسات الاجتماعية التي تقدم مساهمة مشهودة في استقرار حياة المواطنين. وقال أن خدمات المياه والصحة والتعليم خلقت الارتياح في حياة السكان. وحول خدمات المياه، أوضح إنشاء 7 سدود صغيرة بتضافر جهود الحكومة والشعب، وساهمت في تخفيف مشكلة مياه الشرب والسقي. وذكر معاناة السكان الصحية قبل افتتاح المؤسسة الصحية خاصة الحوامل، ويحصلون حاليا على الخدمات وسط قريتهم. وأشار إلى وجود مدارس ابتدائية ومتوسطة تقدم الخدمات التعليمية المنتظمة في رورا، قياح ووغريت وماريات، وارتفاع المشاركة في التعليم خاصة الإناث، داعيا الشعب لتعزيز المساهمة لتطور التعليم. يقطن ماريات التي تبعد مسافة 25 كيلومترا إلى الغرب من نقفة يقطنها أكثر من 5000 مواطن. قدم عمال الخدمات المدنية في مديرية صنعاء 110,000 نقفة لمساعدة أسر الشهداء المحتاجة. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد تخلية مبرهة أن العون يقدم سنويا في جميع إدارات الضواحي من الحراسة حتى جمع المحصول، بالإضافة إلى الدعم المالي. وقال إن إعالة أسر الشهداء مسؤولية كل مواطن، ودعا إلى مواصلة المبادرة على نطاق لكونها مثالا يحتذى به. من جانبه، أوضح عضو اللجنة الأستاذ عمر الدين محمد أن مساعدة أسر الشهداء جزء من الوفاء بأمانة الشهداء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أكد التلفزيون الرسمي البوليفي توقيف قائد الجيش خوان خوسيه بتهمة تنفيذ محاولة انقلاب بعد انسحاب مركبات مدرعة وعسكريين من محيط القصر الرئاسي، وسط ما وصفه قادة بالمنطقة بأنه محاولة انقلاب ضد الرئيس لويس أراس. وأمرت القيادة العسكرية الجديدة بعودة القوات بقيادة الجنرال زوان ياغي أدراجها، في حين أدانت المحكمة العليا ما اعتبرته هجوما على الاستقرار الديمقراطي في البلاد. وقال مكتب المدعي العام أنه يعتزم فتح تحقيق جنائي ضد زوان ياغي بعد محاولة الانقلاب. وكان قد أعلن قائد الجيش الذي اتهمه الرئيس أرس بتنفيذ محاولة انقلابية أن الهدف من تحركه هو إعادة هيكلة الديمقراطية في البلاد.
وحض الرئيس البوليفي لويس آرسي مواطنيه على التعبئة ضد الانقلاب بعد أن حاول عسكريون اقتحام القصر الرئاسي في وسط العاصمة لاباز. أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، مؤكدة أن التجربة نجحت في مراحلها كافة، من فصل الرؤوس والتحكم بها وتوجيهها وإصابتها أهدافها. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الجيش أجرى بنجاح اختبار الفصل والتحكم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة الفردية، مؤكدة أنه تم بنجاح توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة المنفصلة إلى الأهداف الإحداثية الثلاثية. ويأتي إطلاق الصاروخ في خضم توتر متزايد عبر الحدود بين الكوريتين، حيث أعلن الجيش الكوري الشمالي في 30 من مايو أن كوريا الشمالية أطلقت وابلا من الصواريخ البلاستية قصيرة المدى. قال مسؤولون أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في نيبال، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، كما قتل 9 أشخاص آخرون بسبب الصواعق خلال اليومين الماضيين. وقال مدير المنطقة أن انهيارات أرضية جرفت 3 منازل خلال الليل في منطقة لامنجوانج على بعد نحو 125 كيلومتر غرب كاتماندو، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان. وقال مسؤول المنطقة أن الفيضانات أودت بحياة 4 أشخاص في منطقة موارانغ على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة النيبالية. ويلقى مئات الأشخاص حتفهم كل عام في الفيضانات والانهيارات الأرضية، وهي ظاهرة شائعة في نيبال ذات المناطق الجبلية في الغالب خلال موسم الرياح الموسمية من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر. أعلنت نيجيريا سياسة وطنية للحد من تلوث النفايات البلاستيكية في العام 2020، عندما بلغ إجمالي النفايات البلاستيكية السنوية حوالي 1.5 مليون طن، وفقا للخطة التي اطلعت عليها رويترز. وتقوم بصياغة سياسة جديدة لاستخدام البلاستيك تستهدف اتباع نهج تدريجي للقضاء على النفايات البلاستيكية. وفي غضون 5 سنوات تتوقع أن يتحول المنتجون إلى البدائل، وتهدف إلى تنظيم الواردات بشكل صارم. ويقول المحللون أنه على الرغم من أن التنفيذ قد يكون صعبا في البداية، إلا أن الحظر على مستوى الدولة قد طال انتظاره. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس سياس أفورقي يستقبل وفد البرلمان الإيطالي. شباب عنسبة يزورون دفاعات جبهة حلحل. القائم بأعمال السفارة الإريترية بأمريكا يعقد ندوة للإريتريين في واشنطن. اعتقال قائد جيش بعد محاولة انقلاب فاشلة في بوليفيا. كوريا الشمالية تختبر صاروخا متعدد الرؤوس الحربية. مقتل 20 شخصا خلال يومين وسط انهيارات أرضية في نيبال. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.